عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبأحسن حال. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. قبل ما غادي نبداو دخلوا القناة تشاركوا فيها وبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ونبداو على بركة الله. كما شفنا الفيديو السابق اللي كنا درنا على الرياكشن على الصور ديالي، يعني كيفاش بدينا وكيفاش طورنا من النيفو ديالنا. اليوم ان شاء الله غنتكلموا على المعاناة، يعني اول بداية الانسان فاش كيدخل لاصال. كنت كتبت هذا الشيء اللي هو اول نهار فاش كتمشي للصالة ديال الرياضة، كتحس براسك انك غريب، كتشوف الناس كلهم ناشفين عضلاتهم باينة وكيعرفوا شنو كيديروا. يعني انت ملي كتدخل لاصال كتشوف الناس واصلين واحد النيفو تبارك الله اللي غادي مزيان. لان انت عندك اول حصه انت ما عارفش حتى باش تبدا، كيفاش غادي تلعب في الفاره، كيفاش تلعب هذه، كيفاش تلعب هذه الى اخره. كتحس بواحد الاحباط، كتحس بواحد الضعف، كتحس بواحد الشك. يعني كتبقى تشك في راسك، كتبقى تقول واش غادي نمشي مزيان، واش غادي نبدا مزيان الى اخره. يعني كتطرحوا بزاف ديال التساؤلات، واش غنكون حتى انا بحال هاد الناس الى اخره. دونك هنا ملي كتريني داك الحصه ديالك كتقيس لي ميسكل ديالك كاملين على غد ليه، هنا كيجي المعاناه الجسديه. كتبقى تفكر واش نكمل، واش نحبس الى اخره. هنا كيكونوا تساؤلات، وهنا كيوقع لك واحد البلان اللي هو ما كاينش فينا اللي ما تيوقعليش، وانه ما كتقدرش تهزز، ما كتقدرش تحرك العضلات ديالك، كلهم فاشلين والعضلات كيترجاو منك، كيقولك الله يحمل والدي لما بركه، صافي غير حبس، صافي غير حبس، بركه بركه بركه. ما كتقدرش تزعزع من بلاصتك، كتولي صافي مسخسخ. دونك هنا كدوز في واحد المرحله اللي مهمه، هي التحديات. شنو خاصني ناكل؟ هذا سؤال مهم. شنو خصني ناكل؟ هنا على حساب الامكانيات. ملي كتكون الامكانيات كتوفر الوجبات ديالك من الديبار من الاول. ملي ما كتكونش كتبدا غير مع الدار ديالكم، يعني كتاكل داكشي اللي كاين اللي واجد، اي حاجه وجدات كتاكلها. كتفكر في حاجه واحده، هي خصني ناكل مزيان. هذه هي الفكره اللي كتزرع في الذهن ديالك، هي خصني ناكل مزيان. ما كتفكرش داك النظام الغذائي، خصني ندير الميزان، خصني ندير 100 غرام د هذه الى اخره. يعني كتفكر غير تاكل مزيان، اللي جات اي حاجه جات كتاكلها. من بعد ملي كتشوف راسك انك بديتي كتنضبط غادي مزيان، يعني ضربتي واحد 3 شهور 4 شهور 5 شهور، يعني دابا عندك انضباط في الرياضه. هنا كتولي كتفكر انك خصك تحضر الوجبات ديالك، يكون داك الوجبات يعني بالحساب ديالهم. خصني ندخل كربوهيدرات، خصني ندخل بروتينات، خصني ندخل بزاف د المسائل الجسم ديالي، احتياجات الجسم ديالي باش نكون غادي مزيان. وهنا كيكون واحد الضغط النفسي اللي كيتزاد عليك من طرف الناس اللي كيتسناو منك انك توفر لهم او لا تبين لهم العضله. يعني ملي كيجي شي واحد شحال ترينيتي 3 شهور 4 شهور واعد، وفين هادشي ما باين لي شي، باقي نتا هو تزادوا العضلات لا هذا. وشتي الماكله والناس وهذا وشري وغنمشي لاصال، عندي الوقت ما عنديش وهذا الى اخره. وفي التالي فين هادشي كتضيع وقتك، كتلف وقتك واعد، تمارة طلع هبوط وهز في الثقل والى اخره. بالتالي ما كاين والو، تيجي تختم معاك كيقولك ما كاين والو. انا بصباح انت كتريني وهذا ومازال ما بانت فيك حتى حاجه. هادشي راك ضربتي تمارة وبديتي وفكرتي انك خصك تكمل وخصك تستمر، ما خصكش توقف. لان الرياضه ما تديرهاش باش نبين الناس العضلات، باش يشوفوني الناس انني انا صحيح وصل لواحد النيفو اللي هار. انت كدير هادشي من على قبل نفسك انت، على قبل صحتك الى اخره، حاجه اللي بزاف تجي معاك. دونك هادشي اللي كاين. هنا منين كتبدا وكيقوى عليك المصاريف من بعد، لان خصك تبقى توفر الوجبات الماكله الى اخره. وكتعلم اول حاجه الصبر، لان هي جد مهمه. كتعلم الانضباط، كتحدى الالام. يعني هنا كتواجه بزاف ديال الحوايج. وزياده على هادشي هو كتحاول انك تخلص من كاع العادات السيئه. انا بارفوا كنتريني مع شي واحد كيدور بيني وبينه واحد النقاش، تيقول لي خويا انا راه جاي لاصال تنتريني، والله خويا الا جاي لاصال اسمع كيفاش كيهضر معاك،
والله اخويا الا جاي العصار، الا اخويا نحيدو غير الكارو تنكميه وهذا، باغي غير نحيد غير داك الكارو. راه الحمد لله راني قاطعو، شحال قاطعو شي شهر ولا شهر ونص وانا قاطع داك الكارو، تنكابر يعني تيحاول الماكسيموم تيدير داك الجهد ديالو كامل، تيقولك غير باش صافي نحيد داك الكارو. يعني قهرني كدا كون نهار خصني نكمل جوج ثلاثة أربعة إلى آخره. يعني طريقة ديال الواحد كيفاش كيكافح وكيتعلم الصبر وكيجي باش يحيد واحد الحاجة، ومزيانة بالعكس مزيانة. و دابا هنا البلان اللي غادي ندوي فيه باش ما غاديش نطول اكثر، ودابا المراحل كاملين دزنا منهم، غير هو واحد الحاجة هنا، كل واحد واصل راه بدا من الزيرو، اي واحد تيكون واصل راه بدا من الزيرو، ولكن الفرق بين اللي كيوصل وبين اللي ما كيوصلش هو اللي كيفكر يحبس. ماشي مهم واش هو اللي صبر فهمتي اولا شد فراسو وكمل الطريق واخا ثقيله، راه الجسم ما كيتبدلش، نتيجتك باينه دابا، المهم هو تخدم اليوم باش تبان غدا، لان خصك تخدم اليوم باش تبان غدا. يعني واحد المقوله كتقال او واحد العباره، ما نقولهاش مقوله، عباره: خدم خدمتك وخدمتك غتهضر عليك. يعني خصك تخدم باش خدمتك تهضر عليك. راه كل مره فهمتي اولا في كل تمرين اولا كل نقطه العرق اللي كتنزل منك راه كتقربك للهدف ديالك، يعني كتمشي